مساء الفل عليكم. في البداية خلينا ننهي الجدل في قصة خدت مناقشات طويلة على السوشيال ميديا من امبارح ولحد النهاردة. شوف يا عزيزي، مجلس إدارة الزمالك لا هيجتمع ولا هياخد قرار فيما يخص مكان إقامة السوبر الأفريقي اللي تحدد مكان إقامته في السعودية، وده لأن الزمالك أساسا ملوش حق الاعتراض على تحديد المكان اللي هيتلعب فيه السوبر الأفريقي، وللسبب ده الزمالك هيلعب المباراة حتى وإن تحدد مكان إقامتها جوه ملعب مختار التتش. ده فيما يخص مكان إقامة مباراة السوبر الأفريقي، واللي كان لابد نوضح موقف مجلس إدارة الزمالك منها. لكن قولي صحيح يا أبو نصر، هو مش سيادتك قلت قبل كده إن حقيقة تقدمكم بطلب الحصول على السوبر الأفريقي مجرد إشاعة؟ أمال إيه اللي حصل ده يا عزيزي؟ وليه غيرت رأيك؟ عموما خلينا في المهم. كلنا طبعا عرفنا ان الفايز في مباراة السوبر الافريقي هيواجه ريال مدريد في مباراة السوبر الافرو اوروبي، وبالمناسبة العوائد اللي هتدخل الفايز من الزمالك او الاهلي هتكون كبيرة جدا وكفيلة تحل اي ازمات موجودة في الزمالك او تروق على الاهلي. فلوس ملهاش صاحب، وعشان تكون صاحبها مش مطلوب منك غير التعب والاجتهاد والكفاح طوال 90 دقيقة. مباراة الفوز فيها هينطرك نطرة ما كنتش تحلم بيها. وخليني اقولك ان مجلس ادارة الزمالك لو فكر صح واهتم جدا بالفوز بالسوبر الافريقي هيتنقل نقلة تانية خالص. وعشان تفوز بالسوبر الافريقي لابد ثم لابد انك تستعد بشكل كويس جدا للقاء ده، وتبدأ من النهاردة تدعم فريقك بصفقات قوية جدا عشان تلحق تدخل مع الفريق وتتجانس وتديلك مردود فني كويس يرضيك ويرضي طموحات الجماهير، وتحقق الهدف بتاعك وهو الفوز بمباراة السوبر الأفريقي، وتقدر تلعب مباراة السوبر الأفرو أوروبي برعاية موسم الرياض. مباراة 90 دقيقة لو حضرت لها من دلوقتي وفزت بيها هتأهلك تلعب مباراة تانية قصاد ريال مدريد، وهيدخل لك عائد كبير جدا. وبالمناسبة احنا عندنا فرصة كبيرة اننا نحضر للمباراة دي بشكل جيد جدا، لان الزمالك حاليا بعيد تماما عن المنافسة على درع الدوري، ولاعيبته بعيدة كل البعد عن اي ضغوط ممكن تواجهها. في بعض الحاجات اللي ما كنتش حابة اناقشها في الوقت الحالي، لكني مضطرة لده عشان نلفت نظر مجلس الإدارة لبعض الحاجات اللي ممكن قوي تفاجئنا، واللي لو حصلت خلال الأيام اللي جاية ربما تبقى كارثة. وهي إن المدير الفني للزمالك جوزيه جوميز جاي له عرض سعودي، وده مش سر لأن كل الناس عارفة الخبر ده. كابتن حسين لبيب لما سمع القصة دي عمل جلسة مع جوميز لسببين. السبب الأولاني عشان يناقشوا في الصفقات الجديدة اللي هيتعاقد معاها الزمالك في الميركاتو اللي جاي، والسبب التاني عشان يسألوا عن حقيقة مفاوضاته مع النادي السعودي. الغريب بقى ان جوميز نفى تماما فكرة رحيله، ونفى كمان ان في عرض سعودي جاي له، واكد لكابتن حسين لبيب بقائه، برغم ان معلوماتنا بتقول ان وكيل جوميز بالفعل فاتح خط مفاوضات بينه وبين النادي السعودي ده. وبالمناسبة الفار دلوقتي بيلعب في عب كابتن حسين لبيب وقلقان جدا، وسأل جوميز اكتر من مرة، وجوميز أكد له إنه موجود وإن مفيش منه الكلام اللي بيقوله ده خالص. كلامي حاليا مش معناه إني بقولك شك في جوميز أو توقع رحيله بين ثانية والتانية، أو حتى إملى إيدك منه ومن بقائه. أنا بس بقولك الصورة حاليا شكلها إيه. ممكن بالمناسبة يكون وكيل جوميز بيتفاوض مع النادي السعودي عشان يوصل لأعلى أوفر ويغري بيه جوميز، وتكون المشكلة عند وكيله. ممكن كمان جوميز يكون بيسرح بينا، برغم إني بستبعد ده وبشوف إن جوميز مدير فني بيحترم كلمته، وإن شاء الله مكمل مع الزمالك، وتكون معلوماتنا ومعلومات مجلس الإدارة هي اللي غلط، أو نكون إحنا اللي عندنا فوبيا من تكرار نفس الموقف اللي حصل قبل سيمي فاينال بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 وقت وجود كارتيرون، اللي ما كانش فيه فرد زملكاوي ممكن يتخيل إنه يرحل بالشكل ده في توقيت زي ده. ما أقدرش أخمن إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية، الله أعلم، لكن اتمنى ان اللي هيحصل ما يكونش كوبي بيست من نفس قصة كارتيرون. عشان كده بنبه وبأكد على مجلس إدارة الزمالك ياخد باله ويبدأ من دلوقتي يحط لنفسه بلان بديل، عشان لو حصل حاجة من النوع ده يبقى مجهز حاله ومستعد بشكل كويس جدا لأي مفاجأة. حرص يا عزيزي وما تخونش، مش عايزين نعيش أجواء مرعبة قبل مباراة كبيرة زي دي ومهمة جدا وهيعود عليك من وراها مكاسب كبيرة جدا ماديا. قالك ملتزم بقرار المتحدة، بعدها قالك أنا طلبت رحيلي من شهرين من أون تايم والناس في المتحدة رفضوا، بعدها قالك أنا بقالي 28 سنة مرتحتش ومحتاج لفترة راحة، وهوب النهاردة بيقولك هقدم شكوى ضد المتحدة في مكتب العمل لأن هذا يعتبر فصل تعسفي. إيه ده؟ ده يا عزيزي ده إيه صحيح؟ معرفش. عادي،
خلينا نفكر فيه مع بعض بصوت عالي، واللي فينا يعرف كابتن شوبير مبسوط بالقرار ولا مش فارق معاه القرار ولا متضايق منه يبقى يقول للتاني. مش عايزه ادخل في اي جدل في الوقت الحالي، ومش حابه اتكلم عن اي حالات حصلت في مباراه بيراميدز والاهلي، لاننا في فتره هدنه زي ما اتفقنا في الفتره اللي فاتت لحد ما نجيب حق رفعت الله يرحمه. لكن الاكيد ان ده مش هيمنعنا نتكلم في الكوره. انا برنامجي برنامج رياضي، وطبيعي اني اتكلم عن المباريات، وده عشان محدش يقول انتي ليه بتتكلمي في الكوره. كلنا شفنا مباراه الاهلي وبيراميدز وفوز الاهلي 3-2، وبالنتيجه دي الاهلي اصبح اقرب من بيراميدز نوعا ما من التتويج بدرع الدوري. ازاي بس؟ اصبح الاقرب يا معلم، مش خد خلاص الدوري. الاهلي اذا كسب مؤجلاته في الفتره اللي جايه، وده وارد جدا يحصل لاسباب معينه، وهي ان الاهلي في الفتره الاخيره فاز في مجموعه لقاءات متتاليه، بالاضافه لفوزه على بيراميدز المنافس ليه بقوه على بطوله الدوري السنه دي، ومعنويات لاعيبته اصبحت في السماء، والاهلي حرفيا هيبقى قتيل البنط في المباريات اللي جايه. وبرغم اني بشوف ان الدوري ما زال في الملعب، الا اني حاسه ان لاعبي بيراميدز وجهازهم الفني بعد الهزيمه هتصيبهم حاله من حالات الاحباط، هتعمل لهم مشاكل في مبارياتهم اللي جايه. وبرغم اني مش بتفق مع فكره الاحباط دي، لان لو حتى الاهلي فاز في كل لقاءاته المؤجله، وده وارد جدا، كأنه مش اكيد ومفيش ضمانات لده. وثقه لاعبي الاهلي العاليه واللي احيانا بتكون مبالغ فيها ممكن قوي تفقدهم بعض النقاط في بعض المباريات. لكن خلينا نفترض ان الاهلي هيفوز في مؤجلاته كلها، كده وقتها الفرق هيكون 4 بونت ما بين بيراميدز والاهلي، ولسه في مواجهه مباشره ما بين الفرقتين في مباراه تعتبر ب6 بونت. لو فاز فيها بيراميدز هيبقى الفرق بونت واحد، وسهل جدا الاهلي يتعادل في مباراه من مبارياته اللي جايه. انا بشوف ان الاهلي اقرب من التتويج بدرع الدوري إذا بيراميدز ولاعيبته وجهازه الفني ما لموش نفسهم بسرعة، وتفهموا إن الفرق مش هيكون كبير ما بينهم وبين الأهلي. ده لو الأهلي كسب كل مبارياته المؤجلة. مفيش شك إن الدوري ده دوري استثنائي، وكلنا بنتابعه ببرود أعصاب، ومش فارق معانا مين يفوز باللقب. لكن الأكيد إن لو اتمنيت فريق النهاردة يفوز باللقب، مؤكد هتمنى الفريق ده يكون بيراميدز، عشان تشتعل المنافسة في الموسم اللي جاي، ونلاقي أهلي وزمالك وبيراميدز بيخبطوا في بعض، ونشوف موسم قوي ما نقدرش نخمن فيه مين هيكون البطل. بيراميدز اذا فاز ببطوله مؤكد لعيبته نفسها هتتفتح، وهتحس ان عامل الجمهور عند فريقها مش عائق لحصد البطولات. ده بالاضافه الى ان المقوله الشهيره اللي عاده بتتقال، وهي انك لو عايز فلوس روح بيراميدز، لو عايز بطولات روح اهلي او زمالك. مش هيكون لها وقتها اي معنى، لان بيراميدز اصبح نادي بطولات، وهدفه هيكون دايما المنافسه على البطولات وحصدها. اما اذا بيراميدز فقد السنه دي درع الدوري، فالحقيقه هتتاكد المقوله دي. وانا شخصيا لو كنت من ملاك نادي بيراميدز هصدق تماما ان الاستمرار هنا ما منوش اي فايده، واني مهما عملت انا غير قادر على حصد البطولات، وهجيب دورة في النادي وامشي. فريق زي بيراميدز بيصرف مصاريف مهوله، وبتجيب لعيبه باعلى كواليتي واعلى عقود، وفي النهايه الحصيله صفر. لا دوري عام ولا دوري ابطال ولا كونفدراليه، وحتى كاس مصر مش قادر يفوز بيه طوال يجي 6 سنين فاتوا، واللي بيتصرف مش مغطي ربع العائد. يبقى هيقعد فيها يعمل ايه؟ كمشجعة أنا لا أتمنى إن الشمس يجيب ظروفها، لأن وجود بيراميدز بنجومه وبطموحه في تحقيق البطولات مدي للدوري المصري شكل أفضل مفيش أي خلاف. وللسبب ده ما زلت بتمنى استمرار بيراميدز في المنافسة على درع الدوري لحد آخر أسبوع، وده مش هيحصل إلا إذا استعاد بيراميدز سلسلة الانتصارات، واللاعبين نسيوا مباراة الأهلي وفكروا في المباريات اللي جاية، واستنوا هدية من أي فريق في الدوري يعطل الأهلي، وتكون الكرة في ملعبهم، وفوزهم بالدرع من عدمه هيكون مبني على فوزهم في لقائهم مع الأهلي اللي جاي في الدور الثاني. بتمنى التوفيق للنادي اللي لعيبته هتجتهد في الفترة اللي جاية، وإن شاء الله نشوف دوري قوي بداية من الموسم اللي جاي. كولر بدأ يفكر من تاني في انضمام كهربا لصفوف الفريق في الفترة اللي جاية، وتحديدا لقائمة النادي الأهلي في مباراة مودرن سبورت اللي جاية، برغم استبعاده للاعب بسبب الأزمة الأخيرة اللي كانت ما بين كولر وكهربا. كولر رجع وبدأ يفكر من تاني في انضمام كهربا للقائمة، لأن كهربا أصبح البديل الوحيد لأسامة أبو علي مهاجم الفريق، وده طبعا بعد ما تم إبلاغ أنتوني موديست بالرحيل عن الفريق وعدم تجديد عقده. الفرصة اهي جت من تاني لكهربا، رغم إني بشوف إن الفولت مش من السهل إنه يلتزم ويأدي دوره كلاعب فقط. عموما
هنشوف ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية. هل كهربا هيغتنم الفرصة ويصلح علاقته بالمدير الفني مارسيل كولر، ولا هيكون قرار كولر هو رحيل كهربا في نهاية الموسم؟ واخيرا ما زالت مطالبتنا مستمرة بمحاسبة المتسببين في موت رفعت الله يرحمه، وحتى كلامنا في الكورة مش هيخلينا نبطل نطالب بالقصاص من قتلة احمد رفعت ومحاكمتهم محاكمة عادلة. في النهاية بتمنى النصر لأهلنا في فلسطين، وبتمنى ان نجيب حق رفعت وننظف الرياضة المصرية من كل شخص تسبب في أي فساد تعطل تماما مسيرتنا. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.